طول ما انا قاعد وسط ناس انا بسمع كلام بيضايق قوي وبيتعب قوي. الجمله دي انا بسمعها من كل الناس دلوقتي. كل الناس النهارده كل لما يقعد مع ناس حواليه بيطلع بشعورين لا ثالث لهما. الشعور الاول هو الاحباط الزائد، الشعور الثاني هو العدوان الزائد. اكتر حاجتين دلوقتي بقوا منتشرين في المجتمع. وبما ان على المستوى العلمي ان الوعي الذاتي مرتبط جدا بالوعي الجمعي، فكره ان حضرتك تفصل نفسك عنه او لا تتاثر به يكاد يكون شبه مستحيل. ولكي لا تكون محبطا أكثر من ذلك، ولكي لا تكون عدوانيا أكثر من ذلك، فمن فضلك اتبع التعليمات الآتية. 1. ابتعد قدر المستطاع عن كل الناس اللي كل الكلام بتاعهم يا إما مشحون بالعدوانية يا إما مليان بالإحباط. والحقيقة ابتعادك عنه مش بس مفيد ليك أنت، ابتعادك عنه مفيد ليه هو كمان، لأن هو كل ما هيتكلم أكتر كل ما هيتألم أكتر. ودي حاجة اتكلمنا عنها زمان وسميناها برمجة الشاكي. كل ما أنا بفكر نفسي بستدعي الألم بلاقي نفسي متألم. فليك وليه ابعد عنه. 2. انتقل، اتحرك. واتحرك وانتقل هنا مش بالمعنى الواحد اللي ممكن يجي على بالك بس، اللي هو فكرة ان انا اسافر يعني ادور على سكن تاني في مكان تاني. لا، مش بس كده. ممكن تيجي في صورة من مدينة لمدينة، من بلد لبلد، من شغل لشغل، لكن ممكن كمان تيجي في صورة من فكرة لفكرة ومن شعور لشعور. ودي انتقل اللي انا قصدي عليها. انتقل يعني فكر بطريقة جديدة، لانك لما هتفكر وهتحس بطريقة جديدة ده هيرفع عندك درجة التفاؤل وهيحضر عندك نوع من انواع الامل. بدل ما انت دايما عايشها الم، استبدل الالم بالامل. ودي حاجه مش مكلفه وتقدر تعملها وانت قاعد في مكانك، بس هي عايزه عين جديده ومخ جديد وودن جديده. استقبل معلومات جديده بطريقه جديده تعمل لك افكار جديده وقناعات جديده ومشاعر جديده. دول اكتر حاجتين اقدر ان انا انصحك بيهم دلوقتي لكي تتجنب العدوان والاحباط كمشاعر موجوده بينا بشكل كبير دلوقتي. اشوفك على خير. سلام.